صباح الخير عليكم من أهدى وأجمل مكان في الدنيا من وسط الطبيعة الخضراء. صباح الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد النبوي الشريف وقرب المدارس. ربنا يجعله عام جديد وسعيد عليكم يا رب. النهاردة احنا هنعمل مع بعض البانيه المقلي بطبقة ما بتقعش منه نهائي. الفيديو ما فيهوش أي افتكاسات ولا أي إضافات. البانيه معروف ليه تركات خاصة أو توابل معينة، مش فيها افتكاسة ولا فيها أي حاجة جديدة. بس الجديد علينا في الفيديو ده إن احنا هنعمل بانيه بقشرة ثابتة ما بتقعش نهائي لحد آخر قطعة بتتقلي معاكي. بس قبل ما نبدأ مع بعض، لا أول مرة تمر على قناتي، أنا اسمي رشا ودي قناتي. يا ريت ما تنسيش تدعميني بالاشتراك في القناة ولايك وشير ومفعل الجرس على الكل ودعوة حلوة من القلب لو عجبك الفيديو. هنبدأ مع بعض بسم الله. هنا مبدئيا انا معايا كيلو بانيه. طب بعد ما غسلته نضفته كويس وصفيته. هنبدأ مع بعض. هنا معايا بولة حطيت فيها 3 بيضات وعليهم كوباية زبادي وقلبتهم تقليب متجانس لحد ما الخليط ينعم معايا خالص. وهنا البهارات اللي هحطها معلقه من الفلفل الاسمر، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، معلقه بابريكا، معلقه بهارات فراخ، معلقه 7 بهارات، والملح حسب الرغبه. وكمان حطيت معلقه شطه، انا ما حطيتهاش في البوله علشان دي اختيار، عايزه تحطيها مش عايزه انت حره. وهنقلب تقليب كويس جدا علشان البهارات تتجانس مع الخليط. هنفضل نضرب بالمضرب اليدوي. وهنا معايا بصلة وسط، حجم وسط، فرمتها فرم ناعم جدا زي ما انت شفتيها. وبعدين هنضيفها على الخليط ونقلب تقليب سريع لحد ما الخليط يبقى ناعم ومتجانس معايا. بعد ما قلبت هنا معايا كوباية من الدقيق، حطيت نصها على الخليط وابتديت اقلب لحد ما الخليط زي ما انتم شايفين بدأ يبقى ناعم معايا جدا. زي ما انتم شايفين، هو انا لسه ما ضفتش الجزء التاني من الدقيق. هنقلب لحد ما تحسي ان الخليط معاكي بقى ناعم في ايدك. هو لسه هنا القوام خفيف، انا عايزاه زي قوام البشاميل. هنا كنت ضفت الجزء التاني من الدقيق. هنا الخليط وصل للقوام اللي انا عاوزاه زي قوام البشاميل بالظبط. هنا قطع البانيه هجيبها واحطها في الخليط. شايفين ادي اول تجربة، الخليط ما بينزلش من عليها نهائي. كده الخليط عامل زي خليط البشاميل بالظبط. كده حطيت الكمية كلها وبعدين هغطيها وهشيلها في التلاجة لمدة ساعتين 3، ويفضل انك تسيبيها اليوم كامل في التلاجة. صراحة سبتها لمدة حوالي 3 ساعات في التلاجة لان كنا هناكله في نفس اليوم. طبعا مش هناكل الكمية دي كلها، هسيب نصها لليوم اللي بعده. هنا بص، حاجتك لما تبقى منظمة ومتظبطة اليوم بيبقى سهل وسلس معاكي وبيبقى الحياة بسيطة جدا. هنا انا معايا البانيه وبعدين جنبه البقسماط وجنبه الطبق اللي انا هطلع عليه البانيه بعد ما يتقلي. وهنا معايا على النار طاسة فيها زيت ساخن. انا ما غليتهوش قوي، سخنته وبطيت النار لحد ما رص الطاسه. ادي اول قطعه بننفض منها البقسماط الزايد علشان ما يوقعش في الطاسه ويتحرق. هنرصص الطاسه بتاعتنا كويس وبعدين نعلي النار سنه سنه عشان مش عايزاه يتحرق معايا. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طول ما انت حياتك منظمه وحاجتك نظيفه ومتظبطه، كل ما اليوم هيعدي معاكي سلس وهيبقى الحياه بسيطه. كده تمام. رصصنا الطاسه بتاعتنا. طبعا بتقطعي البانيه بطريقتك انتي حسب ما انتي عاوزه. انا مش عاملاه قطع كبيره قوي علشان الولاد يعرفوا ياكلوه ويعملوا منه سندوتشات كويس. و... وفي الفيديو ده انا مش بعمل جنب البانيه لا مايونيز ولا كاتشب، لاني معوده اولادي من هم صغيرين بياكلوا الحاجه المفيده. هما زمان كانوا بيحبوا الكاتشب بس انا منعت الحكايه دي نهائي لاني حابه ان هما ياخدوا الحاجات المفيده. وهنا بعد ما اديت كل قطعه بانيه صدمه من الناحيتين بسيبها تتقلب براحتها بقى في الزيت كويس. المهم ان يكون الزيت غزير نوعا ما، يعني مش يكون كتير قوي لا، بس على الاقل ان قطعه البانيه تنزل فيه ما تبانش. وهنا اول قطعه بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله باللون الذهبي الجميل بتاعها. ناشفه ومقرمشه والطبقه بتاعتها ما بتقعش نهائي. طبعا الاضاءه عندي ممكن تكون ضعيفه شويه مش باينه لكم اللون الاساسي للبانيه، بس ما شاء الله ولا قوه الا بالله طالع باللون الجميل بتاعه الذهبي المقرمش. هنا هنرص تاني طاسه. انا طبعا طلعت الطاسه الاولانيه على الطبق، مش طبق التقديم، على الطبق اللي انا حاطه فيه ورق مطبخ علشان انزل الزيت الزايد منه وبعدين احطه على طبق التقديم بعد كده.
الحياة بسيطة جدا يا جماعة، أبسط مما تتخيلوا. وهنا كانت الطاسة التانية، بسم الله ما شاء الله. كده تمام معانا. هنطلعها برضه على الطبق اللي بنصفي فيه الزيت. تمام، خليكي معايا لاخر الفيديو مش هتندمي. شايفين الطبقة ثابتة عليها ومش بتتحرك نهائي، وهوريها لكم برضو. تمام، مش عايزة تيجي ليه مش عارفة، عاجبها الحال جوه الطاسة. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. شايفين الجمال؟ ادي كانت الطاسة التالتة معانا. انا هنا كنت شلت طبعا القطعة اللي اتقلت، وصفيتها من الزيت كويس وحطيتها على طبق تاني. طبعا هنقلب دي وبعدين هوريها لكم. ادي كده شلت القطعة اللي اتقلت حطيتها على طبق التقديم. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ وهنا القطعة المحطوطة في البقسماط، وهنا الجزء المتبقي. تمام، حياة منظمة وبسيطة. كل ما كانت الحياة أبسط كل ما كانت مريحة نفسيا. شايفين؟ هي دي كانت تقريبا آخر طاسة معانا، لأني مش هعمل الكمية كلها طبعا. أنا بعمل بزيادة احتياطي، بيتحط في التلاجة يتشال في التلاجة لأي يوم تاني. كل ما اتحط في التتبيلة يوم أو يومين زيادة كل ما كان أطعم وأجمل. لا دي كانت آخر طاسة يا جماعة معانا، معلش. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ هي اشكال هلاميه على قد ما قدرت اقطعها، بس ما شاء الله ولا قوه الا بالله جميله. خرايط، انا عامله اشكال على شكل خرايط يا جماعه، ما تدققوش، دققوا في المضمون. كده الكميه اللي فضلت معانا بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله هشيلها في التلاجة زي ما هي. وكده انا خلصت الكميه اللي انا عاوزاها، حطيتها في الطبق اللي هناكل فيه. وطبعا هوريكم دلوقتي القشره الخارجيه ازاي ما بتتحركش من مكانها. بسم الله ما شاء الله. الريحه والطعم والله العظيم يا جماعه مش هتندموا. شايفين الطبقه؟ انا مش عندي ضوافر قوي اني انا احاول اشيل لكم الطبقه الخارجيه، ما بتتشالش. شايفين من جوه البانيهايه بيضه وزي الفل، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. وادي طبق الخضره بتاعنا، خيار والطماطم. وهنا بقى عايزه اقول لكم ان البقسماط اللي بيفضل يا جماعه اوعي ترميه، ده منخل صغير انا جايباه للحاجات دي. آه، لاي حاجه احطها في البقسماط واشيلها بيفضل فيه تكتلات كده في البقسماط. وطبعا في كتير مننا بيرميه، لا انا بعيد تدويره تاني وبستخدمه مره تانية. بنخل البقسماط والقطعه المتكتله اللي فيه هي اللي بتفضل في المنخل برميها. وهوريكم البقسماط دلوقتي رجع ناعم ونضيف زي الاول، وهستخدمه مره كمان. شايفين؟ ادي القطع المتكتله اللي فيه، وادي البقسماط رجع لطبيعته تاني وممكن يستخدم مره كمان. وكذلك برضو الزيت يا جماعة، القطع البقسماط اللي نزلت في الزيت انا صفيت الزيت علشان هستخدمه مرة كمان. انا الزيت انا بستخدمه مرتين 3 بالكتير، بعد كده برميه. وهنا بعد ما خلصنا اليوم ما شاء الله والقوة الا بالله وكلوا بالهنا والشفا. طبعا لازم تغسلي مواعينك بسرعة. ادي الحاجات اللي كنت مستخدماها عشان تصدقوا ان دي مواعين اليوم. وادي الرخامة نضيفة، ادي الحوض بتاعنا والخلاط بتاع الحوض نضيف وبيبرق، والحوض ما فيهوش اي مواعين. كل ما كانت حياتك منظمة كل ما كنت هتحسي بالبساطة في حياتك. شايفين البوتاجاز رجع زي الاول تاني ومفيش زيت ولا اي حاجة عليه. النظافة الدورية يا جماعة ما بتحسوش بتعب ولا ارهاق. وهنا انا كنت مخرجة 2 كيلو لبن من الفريزر عشان هنعمل جبنة وهنطلع خيارات كتير منها. وطبعا لو عايزين تشوفوا فيديو بجبنة هتلاقوه على القناة. وكده تمام. وقلت بقى اعمل لنفسي كوبايه شاي كده واقعد في وسط الاولاد واشربها. ويا رب يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم، يكون بسيط وخفيف على القلب، تكونوا استفدت منه ولو بحاجه بسيطه. وبألف هنا على قلبكم. يلا تعالوا اشربوا معانا الشاي بقى. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.